الامتحانات على الابواب. الفيديو ده للطالب اللي شايل الهم، مش لولي الامر اللي فرحان ان في ترم وعدى. عارفه انت بتفكر في ايه دلوقتي عشان عندي منه. طبعا الوقت عدى وانت مراكم تايه ومش عارف تبدا منين، حتى اللي ذاكرته مش فاكره. بتقعد بالساعات تذاكر وبتدخل الامتحان تحس ان كل المعلومات طارت. اطمن، انت مش غبي، انت بس بتذاكر في الوقت والطريقه الغلط. النهارده هقول لك ازاي تذاكر بذكاء اكتر وبمجهود اقل. في الاول خلينا صراحه مع بعض، انت حاسس انك انت بتكره المذاكره ليه؟ اولا لانك مضغوط من مدرسه ودروس ومذاكره وامتحانات وشوامل. ثانيا عارفه انك مراكم مذاكره كتير عليك. ثالثا طبعا مش بتقارن بغيرك، ابن الست شهور جارتنا وما بيقومش من على الكتاب، انت ما بتعملش زيه ليه؟ رابعا وده نتيجه اولا وثانيا وثالثا انك انت اكيد بقيت خايف من الفشل. المشكله مش في المذاكره نفسها، المشكله انك بتتعامل مع المذاكره على انها عقاب. لكن الحقيقه ان المذاكره دي مهاره، واي مهاره عشان تكتسبها لازم تتعلمها وتمارسها. واول حاجه لازم تتعلمها هي اختيار الوقت الصح اللي هتذاكر فيه، لان المذاكره مش بعدد الساعات، المذاكره بكميه الاستفاده والمعلومات اللي خرجت بيها. عشان كده وعشان تذاكر صح لازم تكون بتذاكر وانت مركز، ما ينفعش تذاكر وانت تعبان، ولا ينفع تذاكر وانت سرحان ومشتت. لازم في الاول تكون حاطط نظام وخطه للمذاكره وتختار الوقت الصح للتنفيذ. المخ مش شغال بنفس الكفاءة في ال 24 ساعة. أفضل الأوقات اللي المخ بيكون عنده القدرة على الاستيعاب والتركيز هو الوقت من 5 ل 9 صباحا. في الوقت ده مخك بيكون لسه نظيف ومش متأثر بدوشة السوشيال ميديا. بالإضافة إن مخك أثناء النوم بيشتغل على تثبيت المعلومات القديمة وبيبعتها من الذاكرة المؤقتة قصيرة المدى للذاكرة طويلة المدى. وبينظف الذاكرة قصيرة المدى اللي هي الذاكرة المؤقتة عشان تصحى الصبح تقدر تحمل عليها معلومات جديدة بسرعة 5G. في الوقت ده هرمون الكورتيزول بيكون في احسن حالاته، وبالتالي تركيزك بيكون عالي جدا. استغل الوقت ده في مذاكره المواد الثقيله الصعبه عليك اللي محتاجه منك فهم وتركيز عالي جدا، زي الرياضه والفيزياء والكيمياء واللغات، العربي والانجليزي والايطالي. ماشي يا اللي سامعيني؟ وطبعا مش محتاجه اكد عليك، اوعى تصحى من النوم تمسك التليفون، ابعده عن ايدك تماما. تاني افضل وقت للمذاكره هو الوقت اللي قبل النوم، لان وقت النوم زي ما قلنا المخ بيعمل سيف للمعلومات القديمه عشان ينقلها من الذاكره قصيره المدى اللي بتنسى بسرعه للذاكره طويله المدى اللي بتحتفظ بالمعلومه وبتثبتها فيها. فلما بتذاكر قبل النوم انت كده بتدي لمخك الواجب اللي هيشتغل عليه طول الليل وانت نايم. والوقت ده بيكون مناسب جدا للمراجعات السريعه والحل الواجب والملخصات، لكن ما بيكونش افضل وقت للحفظ خالص. والكلام ده لحد الساعه 10 مساء تقريبا، لان بعد الساعه 11 مخك بيقول لك كفايه عليا كده بقى ارحمني. اما الوقت اللي في نص اليوم فده الوقت اللي المفروض انك تكون فيه مستمع جيد، بتسمع وبتستقبل فيه معلومات عشان يا اما تذاكرها تاني يوم الصبح او تراجع عليها بالليل قبل ما تنام. المخ عشان يشتغل كويس ليه استراتيجيه في التعامل، مش في اي وقت هيستقبل منك المعلومه ويحفظها لك، مش سايبه هي، انت لازم تسايسه. اكبر غلطه ممكن تقع فيها انك تفضل بالساعات تحشي في مخك وتدخله بس في معلومات وانت فاكر ان انت كده بتحفظها، لكن بعد ما هتخلص هتكتشف انك ما حفظتش اي حاجه، لان الحشو والقرايه كتير بينيم المخ. لازم تعمل استرجاع نشط للمعلومه، لان الذاكره بتقوى وتنشط لما تخرج منها المعلومه مش لما تدخل فيها معلومات. فعود نفسك اول ما تخلص صفحه او فقره او جزئيه معينه ابدا اشرحها لنفسك، ابدا اسال نفسك على طول انا فهمت ايه من الجزئيه دي، وابدا اشرح لنفسك في المرايه، اشرح للمخده، اشرح للدولاب، قوم وتمشى في الاوضه وتقمص دور المدرس وابدا اشرح بطريقتك وباسلوبك. ولو قدرت انك انت تشرح اللي فهمته ببساطه مبروك عليك، كده المعلومات اللي ذاكرتها اتحفظت خلاص في مخك. وبلاش نظام الدحيح اللي بيقعد يذاكر ب6 ساعات ورا بعض، ده مش صح. ممكن تستخدم تقنيه البومودور، وهي انك تذاكر بتركيز 25 دقيقه وتاخد 5 دقائق راحه، لان المخ بيحتاج ان هو يفصل عشان يقدر يرجع يركز من تاني. والابحاث اثبتت ان مخ الانسان بيقدر ان هو يركز باقصى طاقه عنده في فتره بتتراوح من 50 ل 90 دقيقه، بعدها بيحتاج يفصل من 10 ل 20 دقيقه. وكده يفضل ان احنا نعدل من تقنيه البومودورو، بدل 25 دقيقه مذاكره بتركيز فاحنا نقدر نزودهم ل 50 دقيقه او اكتر على حسب انت لسه مركز ولا لا، بس ما تزودش عن 90 دقيقه. وده لان غالبا ال 25 دقيقه دول ما بيكونوش كافيين انك انت تدخل في منطقه الديب وورك، يعني بتكون بتذاكر بشكل سطحي لسه ما اندمجتش قوي في المذاكره. فاعتقد ان المده من 50 ل 90 دقيقه دول هيساعدوك اكتر على التركيز وانك انت تكون اندمجت في المذاكره بشكل اكبر، لان في مواد طبعا بتحتاج انك انت تاخد وقت اكتر عشان تقدر انك انت تستوعبها بعمق. فانا شخصيا افضل استراتيجيه 50-20، وده على فكره مش في المذاكره بس، دي تقنيه بنستخدمها عموما في اي مهمه بنحاول ان احنا ننجزها. 50 دقيقه مخك شغال كويس جدا و20 دقيقه راحه.
ومده ال20 دقيقه كمان بتكون مناسبه للراحه، يعني تقدر انك انت تريح عينك من النظر في الكتاب، ومناسبه انك تجدد نشاطك بانك تتحرك في البيت، تقف شويه في البلكونه، تلعب شويه رياضه، تعمل شويه استرتشات بحيث انك انت تجدد الدوره الدمويه، او حتى على الاقل لو هتقوم تعمل لك حاجه تشربها او حاجه تاكلها او تاخد سناك سريع، فهي هتكون وقت كافي انك انت تحس انك انت فعلا استريحت وفصلت من المذاكره. لكن ال 25 دقيقه بتوع تقنيه البومودورو مش كافيين خالص للاندماج في المذاكره، وبصراحه ولا كمان ال5 دقائق كافيين ابدا للراحه. لكن 50/20 هتحس فيها بالانجاز، وكمان هتحس انك انت استمتعت بوقت الراحه. وباكد عليك تاني، وقت الراحه اوعى تمسك في التليفون، احنا بنحاول ان احنا نريح المخ مش نرهقه. ومن اكتر الغلطات اللي ممكن تقع فيها انك تسهر عشان تذاكر، لانك للاسف هتسهر لوحدك لان مخك اساسا في الوقت ده بيكون نايم. وما تذاكرش وانت زهقان، حاول تجدد نشاطك الاول وتحمس نفسك قبل ما تبدا في المذاكره. وما تقارنش نفسك بحد، سيبه بقى الواد في حاله. الصح انك تقارن نفسك بنفسك، بتشوف اذا كنت بتتطور ولا واقف محلك سر. وافتكر ان احنا مش زي بعض، كل واحد فينا ليه طاقه وليه قدرات وليه طريقه مختلفه عن التاني. انت مش نسخه من حد، ومش مطلوب منك انك تكون نسخه من حد. وهقول لك كده شويه نصايح سريعه خلي بالك منها، هتساعدك انك تزود استيعابك اكتر. اولا اشرب ميه كتير، المخ 75% من تكوينه ميه، فالجفاف هيخليك تحس بصداع وتحس بزنه كده في ودانك، وبقى لاحظ. ثانيا النوم 8 ساعات كل ليله ده مش رفاهيه، لان ده الوقت اللي المخ فيه بيشتغل على تثبيت المعلومات اللي انت ذاكرتها. وانت بتذاكر لو حسيت بالملل قوم وغير مكانك، قوم من على المكتب ذاكر على السفره، اخرج ذاكر في البلكونه، افرد حاجتك على الارض واقعد ذاكر، بس بلاش السرير لانك اكيد هتنام. حط خطه للمذاكره من الليله اللي قبلها عشان تبقى عارف انت هتذاكر بكره ايه وامتى. وابدا بالماده الصعبه او الماده التقيله على قلبك، او اللي انت شايف ان هي محتاجه منك فهم واستيعاب وحفظ اكتر. وما تشتتش نفسك في اكتر من حاجه، يعني ما تفتحش كتاب تذاكر منه وفي نفس الوقت فاتح فيديو بتسمع فيه شرح، وفي نفس الوقت بتكلم صاحبك علشان يشرح لك حاجه او يفهمك حاجه. ده هيشتتك، حاول تركز في حاجه واحده بس، لان التشتت بيضيع الوقت وهيقلل الانجاز. ولو قدرت انك تاخد قيلوله نص ساعه كده بعد الظهر هتكون كويسه جدا، لان ده هيساعدك انك تعمل ريستارت للمخ عشان يقدر يرجع يشتغل من تاني. واخيرا قوم وابدا دلوقتي، ما تضيعش وقتك وما تستناش لبكره. وسيب لنا كومنت وقول لنا فيه ايه الماده الصعبه والتقيله على قلبك اللي هتبدا تذاكرها من وقت الفجر ان شاء الله. واكتب لنا انك بدات عشان بعد كده تسيب الموبايل خالص وتركز في مذاكرتك. ولو استفدت من الفيديو شاركه مع صاحبك اللي لسه ما بدأش عشان تشجعه. وما تنساش تعمل لايك وشير واشترك في القناه علشان يوصلك كل جديد. وبالتوفيق يا رب لكل ولادي ولولادنا كلنا. واشوفكم على خير الحلقه الجايه ان شاء الله. كنت معاكم نجلاء عبد الغني، مع الف سلامه.